سلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بألف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، فيديو اللي هو كان كيفاش كنركبوا الاظافر ديالنا في البيت ديالنا. يعني الطريقه اللي كيعملوها الصالونات حنا غادي نديروها في البيت ديالنا بلا ما نحتاجوا نمشيو الصالونات كل اسبوع مثل ما كررتها في الفيديوهات السابقه. فنتعلموا كيفاش نصايبوا الاظافر ديالنا بنفس الطريقه اللي كيديروها لنا الصالونات، وكذلك بنفس المواد اللي كيصايبوهم لنا الصالونات. فبالنسبه للمواد هادو هما كيف ما كتشوفوهم، غادي نوريهم لكم فاش غادي نبدا نصايب الاظافر ديالي. الاظافر ديال الصالونات كلشي عندي هنايا المواد اللي في الصالونات، وكيف ما كتشوفوا الاظافر ديالي هما هادو نفس الطريقه اللي كنجي بها من الصالون. ما كاين حتى شي فرق، بالعكس نفس الطريقه هي ما كاين حتى شي فرق نهائيا. فالمهم غادي نخليكم تشوفوا الفيديو، وانا ان شاء الله نشوفكم فيديو جديد. مع السلامه، باي باي. غادي نبداو. اول حاجه غادي نحتاجها بطبيعه الحال، غادي نحتاجوا هذا اللي كيحيد الجلد الميت بكل سهوله. هذيك اكيد كنا كنعرفوه، كنا كنديروه في الصالونات بكل سهوله. كيتحيد لنا الجلد الميت من الاظافر، الرجلين او اليدين. وطبعا الاظافر اللي انا غادي نستعملها هي هذه. ما غنستعملش اظافر طويله بزاف، ما كيعجبونيش الاظافر تكون طويله بزاف، يعني متوسطه. انا هنايا اختاريت الاظافر اللي جاو على قياس يديه، اللي غادي نستعمل في ايد وحده. وكذلك خديت هذه ديال الاظافر يعني اللي فيها كلشي ديال الظفار، سواء الرجلين او اليدين. فانا هادو اللي غادي نحتاج حاليا. وكذلك فرشاه لتنظيف الاظافر اللي هي هذه، وهذه اللي كتبرد الاظافر، المبرد الاظافر. وهاد القنينه هذه غادي نحتاجها، عندي خاويه كيف ما كتشوفوا. غادي نحتاجها، غادي نحط فيها هاد الماء اللي كيحيد الجلد الميت، غادي نحطوه هنايا باش نبقى يجيني ساهل نرش على الاظافر ديالي من غير ما نخوي بحال هكذايا. وكذلك غادي نحتاجوا الماء باش ننظفوا اليدين ديالنا. المهم هادو اللي غادي نحتاج انا حاليا. وبالنسبه للمينيكير غادي نخليه اخر شيء حتى نسالي البيديكور ليدي، بعدين غادي ندير هاد المينيكير. اختاريت هاد اللون هذا كيعجبني بزاف. اوكي دابا بسم الله غادي نبداو. اول حاجه بطبيعه الحال غادي نبداو ننظفوا الاظافر ديالنا. ما قلت لكمش غنحتاجوا هاد الساق هذا اللي كيلصق الاظافر. تاخذوا اي لصاق يكون، غير هو ما يكونش كيقشر الاظافر كيخرج عليها. فغادي نخوي شويه ديال من هاد الماء هنايا. باش يجيني ساهل نرش على الاظافر ديالي. دابا غادي نبدا باليد اليسرى، هي اللي نبدا بها. شايفين يعني ساهل كيترش على الايد بكل سهوله. من بعد كناخذوا هذا اللي كيحيد الجلد الميت، كنجيو من اخر الاظافر. كل وحده والطريقه ديالها، يعني كديروا اللي كتعرفوه. شايفين فعلا كيحيد الجلد الميت باين. عاود ترشيت. صراحه كيتحيدوا بكل سهوله.
بكل سهوله كيتحيد. الجلد الميت كله كيتحيد. المهم انا هي هذه الطريقه باش كنقي الاظافر ديالي. المهم بلا ما نطول عليكم غادي نبرد الاظافر، نحاول نصايب باختصار بلا ما نطول عليكم. غادي نبرد الاظافر باش نركب عليهم الاظافر الثانيه. المهم غادي نسالي نبرد الاظافر ديالي ومن بعد غادي نرجع لكم باش ما نطولش عليكم. دابا من بعد ما ساليت الاظافر ديالي صايبتهم على راحتي، عاودت ليهم كلهم مزيان، حيدت لهم الجلد الميت، قضيتهم على راحتي. حطيت هنايا شويه ديال الماء وشويه ديال الديتول. غادي ناخذ هذه الفرشايه ديال تنظيف الاظافر وغادي نبدا نظف الاظافر ديالي. طبعا انا كنحاول نختصر لكم يعني على حسب الوقت. فغنحاول ننظف الاظافر ديالي مزيان. غادي نمسح يديا دابا باش غادي نبداو نصايبو نركبوا الاظافر. دابا بعد ما مسحت يديا صايبت الاظافر ديالي مزيان. غادي نحاولوا شويه نبردوهم غير باش يلصقوا الاظافر، ماشي بزاف، ما غاديش نخسروهم، غير غنبردوهم شويه غير باش يلصقوا الاظافر وصافي. يعني كنحاول نسرع باش ما نطولش عليكم. المهم غادي ناخذ هذا الساق هذا او اي لصق اظافر نتوما كيعجبكم. ناخذ هذا الصباع الكبير، نبدا بالاظفار الكبير. اول حاجه كنشوف واش هو على قياسي، كنلقاه هو هذاك، ناخذ الساق
كنحط اللصاق في وسط الضفر، كنظن اللصاق نشف على اللصاق نشف على اللصاق. او ماي جاد. اوكي ناخذ مقص. يعني كاين لصاق هنايا ولكن ناشف. ايوه اوكي سالينا. دابا غادي ناخذ، شايفين كاين اللصاق يعني عامر، ناخذ شويه. راه كاين اللصاق مزيان، حاولوا ما تقربوش ليديكم. شفتوا كاين اللصق مزيان، يعني غادي نلصق ليا يدي مع بعضياتها. المهم غادي ناخذ الضفر تقادو في تحاولوا تنزلوا شويه تحت الجلد الميت وتبقاو ضاغطين على الاظفار ديالكم. ها هو دابا الضفر ركب مزيان. واللصاق خطير فعلا، يعني اللصاق الا حطيتيه هنايا ودرتيه هكذا ما تحلميش تحيدي يدك من بعضياتهم، تبقاي دايره بحال هكذا. المهم باش ما يلصقش لي يدي صافي كنبقاو ضاغطين على الضفر بحال هكذا حتى كنتاكدوا باللي راه لصق مزيان. كنحاولوا غير ننزلوه لتحت الجلد الميت باش يبان راه اظفار طبيعي. صافي الضفر راه لصق لينا 100%. شوفوا من هنايا دابا غادي ناخذوا الضفر الثاني، غادي نشوفوا فينا هو هذا ديال هذا وهذا ديال هذا. اوكي كذلك غادي نحطوا اللصاق. هذا اللصاق خطير والله، حتى خطير. حاول نبين لكم مزيان. حاولوا ندخلوا تحت الجلد الميت كيف ما قلت لكم، ونبقاو ضاغطين حتى كيلصق، حتى كنشوفوه راه لصق. قلت لكم كيلصق ليدي. نمسح شويه ديال اللصاق من هنا. نحاول نحيد اللصاق من هاد الجهه هذه باش يبان الضفر عادي طبيعي. انا دابا ساليت هادو بجوج. دابا غادي نركب الضفر الثاني نفس الطريقه.
ونبقاو ضاغطين على الضفر حتى كيلصق مزيان. ها هو لصق مزيان. حضيو مع اللصاق، راه الا مشى حتى لصق لكم يديكم مشكله. صافي بقى ضاغطين عليه بحال هكا باش يلصق لينا من جميع الجوانب. وصافي غادي نكمل الضفار هاد جوج هادو، غادي نرجع لكم باش نصايبوا المينيكير لضفارنا. دابا غادي نفس الشيء للساق. ونبقاو ضاغطين. حاولوا ما تركبوش الاظافر عوجه، لانها غتبقى عوجه الا ركبتوها صعب تحيد. صافي غادي نكمل هاد الضفر هذا وغادي نرجع لكم. وخلاص وصافي ساليت الاظافر ديالي مثل ما كتشوفوا. دابا باقي لي غير نبردهم وصافي. يلا دابا غادي نبدا نبرد الاظافر ديالي على الشكل اللي نتوما بغيتوهم قصار اولا بغيتوهم طوال، على حسب ذوقكم نتوما. انا بغيتهم نفس الشكل غير هما شويه قصار. ما غاديش نغير لهم الديكور ديالهم، يعني بغيتهم نفس الشكل كيف ما قلت لكم.
غادي نسايليهم كلهم نبردهم، بعد غادي نرجع لكم باش ما نبقاش نضيع الوقت غير في غير كنبرد اظافري. المهم غادي نكملهم وغادي نرجع لكم. دابا صافي ساليت الاظافر ديالي، بردتهم كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذ هذا جيل مينيكير، خديته جيل رائع صراحه كيحمق، فغادي نبدا نحط في الاظافر ديالي. طبعا مرتين لازم، المره الاولى ينشف ومن بعد المره الثانيه غادي نعاود. المره الاولى ما كيبانش اللون بطبيعه الحال، ولكن المره الثانيه اللون كيبان رائع. ودابا غادي نعاود مره اخرى اللون باش يبان لينا اكثر. من بعد ما عاودنا اللون صراحه كيعطي لون رائع كيحمق.
غادي نكمل الاظافر ديالي كامله باش ما نطولش عليكم مره اخرى. وفاش غنكمل الاظافر ديالي كامله يدي بجوج غادي نرجع لكم باش نشوفوا الشكل النهائي للاظافر. من بعد ما ساليت يديا غادي نلمعها بهذا جيل حتى هو بحال حتى هو جيل. وعندي هذا ديال التنشيف، المهم عندي هذا كينشف المانيكير، كينشفها بسرعه. وعندي هذا ديال التلميع، غادي نحط هذا اللي كيلمع. شايفين يعني كيخلي الاظافر كتلمع. من بعد ما كان نسالي تلميع الاظافر ديالي كنحط غير هذا نقط منه، هذا كيخلي الاظافر تنشف بكل سهوله بسرعه بالحق حتى نكمل تلميع الاظافر ديالي. وصافي هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم وتكونوا بالنسبه للمبتدئات تكونوا تعلمتوا كيفاش تركبوا الاظافر بوحدكم في البيت ديالكم. المهم الفيديو ديال اليوم صافي راه سهله. غادي نكمل هاد اليد هذه وغادي نحط لهم هادو نقط منه باش ينشف وصافي. وان شاء الله انا نشوفكم في فيديو جديد. ما تنساوش تحطوا لايك الفيديو والاشتراك للقناه الى عجبكم الفيديو، وانا نشوفكم في فيديو جديد. باي باي.